السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار واحد الفيديو غنديرو معكم اخوتي اللي هو فيديو مهم بزاف لاصحاب الدراجات وخاصه اللي باغيين يشريو موتور مستعمل. غادي نوريكم اليوم اهم الخطوات اللي تقدر تشري بها موتور مستعمل. يعني قبل ما تشري الموتور خصك ضروري تشوف هاد الخطوات باش ما تقولبوش اخوتي وباش ما يتنصبش عليكم. المهم اخوتي خليكم واحد الفيديو خفيف وريكم واحد الانترو وانا نكمل معكم. المهم اخوتي اول حاجه اللي خصكم ديروها في الموتور هو الديماريو وتسمعوا الصوت ديال المكان. ديماريو الموتور بحال هكا، غتسكتوه بحال هكا، يعني تخليوه بحال هكا، غتسمعوا مزيان الصوت ديال الماكينه كيفاش داير. خص يكون الصوت منتظم ويكون الصوت نقي بحال هكا، وتشوف مثلا واش لي سوطاب ديالهم واش تيتقرقبوا، واش كاين شي حاجه في الموتور ماشي هذيك. هذه اول خطوه، يعني ضروري تهبط بحال هكا وتسمع مزيان. الا كانت الضربات ديالهم منتظمه راه الموتور راه مزيان وراه الماكينه ديالو مزيان. الا كان الموتور فيه شي حاجه ماشي تليه، اذا اخوتي الموتور غيكون فيه شي حاجه شي خلل من الداخل. هذه اول حاجه خصك ديرها في الموتور. وثاني حاجه اخوتي غتجيو الموتور غتسوقوه، يعني غتركبوا عليه وغتسوقوه عادي وغتطلق يدك من الموتور. خص ضروري تكون تعرف الموتور ديجا او شي واحد صاحبك تعرف الموتور. طلق يدك من الموتور، الا كان غادي راي من اليمين عرف بانه الموتور يا اما طايح يا اما داير كسيده. الا كان راي من اليسار يعني الموتور غادي راي بك اليسار، عرف بانه الموتور اما داير كسيده واما طايح للجهه اليسريه. هذه ضروري خصك تكون في الموتور او خصك تعرفها على الموتور. حاجه اخرى اخوتي اللي هي مهمه كذلك هو تركب على الموتور وتديماري وتشوف لي فيتاس ديال الموتور كيفاش داير. يعني الموتور غالبا يعني الموتور الصغار تيكون عندهم 4 ديال لي فيتاس: بروميير، دوزيام، تروازيام وكاتريام. يعني كتركب كتعطي البروميير حقه وكتشوف البروميير كيفاش داير، كدير الدوزيام كذلك نفس الحاجه، تروازيام، كاتريام. بعض المرات تيكون الموتور بروميير مزيان ولكن الدوزيام عيان تكون فاشل، تروازيام تيكون مزيان وكاتريام مزيان. بعض المرات تكون بروميير عيان والدوزيام والتروازيام وكاتريام كيكونوا مزيان، او بعض المرات تكون بروميير دوزيام مزيان وتروازيام عيانه وكاتريام وهكذا كذلك. يعني كلشي خصك تشوف كيفاش لي فيتاس دايرين في الموتور باش تعرف واش الموتور فاشل بشي مستوى ديال السرعه ولا لا. باش تعرفوا اخوتي هادشي مزيان انا ندير لكم واحد التجربه غتشوفوا المستويات ديال السرعه كيفاش تكونوا في الموتور. انا بالنسبه لي هذا الموتور ريغل، يعني غنوريكم كيفاش تمشي يعني بواحد السلاسه وما كتلقاش المشكل لا في البروميير ولا في الدوزيام ولا في التروازيام ولا في الكاتريام. المهم اخوتي بالنسبه لي فيتاس يعني بعض المرات تكون الموتور فاشل في البروميير او الدوزيام او التروازيام او الكاتريام. بالنسبه ندير لكم واحد التست خفيف باش تشوفوا الموتور يعني في جميع الحالات واش مزيان ولا لا. ندير واحد التست خفيف. المهم اخوتي غنديماريو وغنتحركوا ان شاء الله. هذا هو البروميير، بسم الله. التقليعه ديال البروميير راه مزيانه. دابا الدوزيام مزيان، تروازيام اخوتي حتى هو كذلك مزيان وما كتحسش بالموتور انه فاشل. دابا نعطيو الحق ديالو باش تشوفوا كاتريام. هو اخوتي كاتريام حتى هو كذلك مزيان. الا كان كاتريام عيان او تروازيام شي حاجه كتحس بالموتور فاشل ديال بصح. المهم بالنسبه للموتور اخوتي هذا راه مزيان وجميع يعني اللي فيتاس ديالو راه مزيان وما كتلقاش يعني المشاكل يعني في اي مستوى ديال السرعه. يعني مجرد انك دير واحد المستوى ديال السرعه كتحس بموتور كيضرب واحد المجهود اللي كبير. عرفوا بانه كاين شي مشكل وراه هذا بطبيعه الحال راه مشكل ما خصكمش تطيحوا فيه اخوتي، يعني باش ما تاخذوش الموتور يعني فيه بزاف ديال الخلل. انا نزيدكم اخوتي عاوتاني تيست اخر يكون خفيف. الدوزيام، التروازيام، هانتوما اخوتي شوفوا الجهد ديالو تبارك الله ما شاء الله. الكاتريام اخوتي كذلك. هانتوما اخوتي بالنسبه للمستوى ديال السرعه كما وريتكم اخوتي يعني ما كتلقى حتى شي مشكل. هكا خصو يكون الموتور اي موتور كما بغا يكون. المهم اخوتي واحد الحاجه اللي مهمه، هذه اهم خطوه اللي تقدر تشوفها في الموتور، هو تجي قدام الموتور بحال كاينه توقفوا وتشوف بانه الرويضه القداميه مع الرويضه اللورانيه ما كتبانش، يعني جاي مقاد نيشان. حيت بعض المرات تيكون ديك الفورج قدامي تيكون مفتول،
يعني كيكون مثلا الراي من اليمين والرويضه اللورانيه غادا اليسار او العكس. هنا عرف بانه الموتور اما فيه شي مشكل يعني في الحاله الميكانيكيه ديالو، او تلقاه داير كسيده ولا شي حاجه بحال هكا. يعني ضروري كتجي بحال هكا وكتقابل مع الموتور وكتشوف واش الرويضه قداميه مع الرويضه اللورانيه نيشان، او ما خصهاش تبان كاع ديك الرويضه اللورانيه كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا. المهم اخواتي بعض المرات تيكون مثلا الموتور ديال كسيده وكيكون هذا الفورج هذا اللي كاين قدام تكون داخل، يعني كيكون داخل فيك شي واحد ولا انت داخل في شي واحد، يعني هذه البلاصه هذه كتكون داخله شويه. وباش تعرفوا واش داخله ولا لا خص ضروري واحد الحاجه تلاحظوا تردوا لها البال. بحال دابا هذا الموتور هذا قرب هذا الموتور كيبان لكم هذه المسافه بين الرويضه وبين هنا، يعني كتكون واحد المسافه اللي معقوله وباينه. بعض المرات تكون داك الماطر بحال 90 او 50 ولا شي حاجه بحال هكا تكون عندهم هاد كاردابو هابط بحال هكا. هذاك ما خصوش يكون قريب بزاف لهنا، الا كان قريب بزاف واحد المسافه يعني قد هكا ولا قد هكا عرف بان الموتور ديال كسيده او شي حاجه اخرى ما نعرف، يعني كاين شي حاجه ماشي تنلي. والموتور بعض المرات يعني كيطيح، يعني تيطيح تيعوج مثلا هذا الكيدون هذا، يعني عادي هذا ماشي مشكل. اللي كان مثلا طايح في الجنب ولا شي حاجه وتعوج راه ماشي مشكل. المشكل هو انه كما قلت لكم اخوتي يكون مفتول، او مثلا تكون هذه داخله لهنا، هذا راه كسيده. من الاحسن يعني بلا ما تاخذوا داك الموتور، او كنتي باغي تاخذوا ولا شي حاجه بواحد الثمن اللي رخيص تبقى هذاك الامر ديالك وانت تعرف. المهم اخوتي دابا هو الموتور قدامي، يعني هذا من يعني من الماطر الجداد، يعني من الديكورات الجداد والديزاينات الجداد، وهذا كينطابق على جميع الماطر الصغار، يعني ماشي بالضروره يكون بحال هكا. انا ما كنشرحش لكم على اساس انه هذا الموتور بالضبط. كاين واحد الحاجه اللي مهمه كذلك اخوتي، هو تشوف الموتور واش مهرس او مقسوم. بعض المرات اخوتي تيكون الموتور مقسوم، او نوريك اغلبيه تكون مقسومين الماطر، يعني شي حاجه يعني الله قدر الله كسيده ولا شي حاجه بحال هكا تيتقسم الموتور من هذه البلاصه هذه من الوسط. يعني اخوتي خصك ضروري مثلا بحال انا مثلا الموتور شاك فيه ولا شي حاجه نحيد له مثلا الكاش ونشوف الموتور واش مقسوم ولا لا. الا كان مقسوم نصيحه اخوتي واخا يكون رخيص واخا يكون من الاحسن اخوتي بلا ما تاخذوه، حيت الله يسر شي حاجه بسيطه يقدر يتهرس لك الموتور وسط النص شي حاجه ودير شي حاجه اللي خايبه، هو الشيء اللي ما بغيناش اخوتي. المهم كما قلت لكم اخوتي كاين الموتور اللي تكونوا ساهلين الكاش ديالهم، ما كتهز لهم مثلا هاد اللعيبه هذه ولا شي حاجه، يعني كتشوف الموتور واش مسودي ولا لا، راه الموتور باين. وحاجه اللي مهمه اخوتي هو انه ضروري تشوفوا بحال هاد الامور، تقولش لا ولا حكا حشومه، لا داك رزقك وخصك تشري الموتور، خصك تقلبوا مزيان، تجي لقدام كما قلت لكم تشوفوا الموتور كيفاش داير، هذاك رزقك ومن حقك. وما عند حتى شي واحد يقول لك لا الموتور مزيان واخا يكون مزيان، الا بغيتي تقلب هذا الشيء راه من حقكم اخوتي، باش يعني ما تنصبش عليكم ولا شي حاجه. او مثلا قدر الله خديتي وقعت لك شي حاجه حتى يكون الموتور ضعف تقدر توقع لك شي حاجه في الطريق، وهذا الشيء اللي ما باغينوش اخوتي. المهم هادو من اهم الحوايج اللي خصك تشوفوا في الموتور. المهم اخوتي كاين شي امور اللي ذكرت لكم في الاول، هذوك امور مهمه بزاف خصكم تعرفوها في الموتور باش ما يوقعش لكم شي مشكل. وكاين الامور اللي سهله ماشي شي حاجه، يعني تشوف الفرانات هادو ماشي مشكل، هادو كيتبدلوا مثلا الفران ديال الرجال، عندك مثلا دياسك ديال لومبرياج او مثلا لومبرياج كذلك، او مثلا فران يعني مرخوف ولا شي حاجه، هذا راه ماشي شي مشكل كبير، يعني هذا الشيء كيتصلح. او مثلا لي سوباب ديالكم تيكونوا مثلا تيتقرقبوا ولا شي حاجه، داك ماشي مشكل، داك كيتزير. المشكل هو انه يكون مثلا داك كسيده او معوج او مفتول، راه هذاك هو المشكل الكبير اخوتي، حيت الموتور تيكون خطر عليكم بزاف. المهم اخوتي حنا شفنا الحاله الميكانيكيه ديال الموتور، وهذه المرحله الاولى قبل ما تشوف المرحله ديال الاوراق وديال المسائل القانونيه اللي خصك تعرفهم على الموتور. حيت الا شفتي الحاله الميكانيكيه ديال الموتور وكانت مزيانه، هذيك الساعه ضروري تشوف الوريقات واش قال بزاف ديال الامور غنذكرهم لكم ان شاء الله في الفيديو. الا كان الموتور الحاله الميكانيكيه ديالو ماشي هي هذيك، او مثلا الموتور فيه شي مشاكل يعني كسيده ولا شي حاجه وانت ما باغيش موتور بحال يعني فيه المشاكل، بلا ما تشوف هاد الامور الاخرى حيت بعدا باش نفعك تضيع الوقت وصافي. يعني اول حاجه تجي تشوفها بلا ما تشوف اوراق، شوف الحاله الميكانيكيه ديال الموتور. المهم اخوتي من ناحيه الاوراق خصك تشوف ضروري الرقم التسلسلي، الا عندك الاوراق خص يكون عندك في الموتور. انا بالنسبه لي عندي الرقم التسلسلي كاين، كتجي لهنا اللي ها هو كل واحد وكيكون في شي بلاصه. انا عندي هنا يعني كتشوف الرقم التسلسلي وكتشوف الاوراق وكتبقى تشوف بانه واش هو هذاك ولا لا. يعني مهم انك ديرو انت، تقدر ديرو انت، تقدر ديرو السكيد اللي تيكتب الموتور، يعني الا دزتو المرحله انكم تكاتبوا انت ويا داكشي. يعني الا شفتيه انت راه مزيان، يعني تاكد من الموتور بلا يكون مثلا مدقوق. بعض المرات يعني تيكونوا الموتور تيكون فيه شي ترافيك ولا شي حاجه، يعني كيكونوا شي ارقام ما كاملينش او تيكونوا مدقوقين باش ما يبانوش باش يقدروا ينصبوا عليك ولا شي حاجه بحال هكا.
المهم تشوف هاد الامور هذه باش تمشي هاني وما تلقى حتى شي مشكل يعني في الامور القانونيه. المهم اخوتي باش نوضح لكم واحد المساله اللي مهمه بزاف، شحال من واحد تياخذ موتور لي لاسي يعني تكون قديم 2014 2015 2016 تكون واحد المشاكل في الاوراق، وهما ماشي مشكل انا نوضح لكم الشيء كامل. تكون الرقم التسلسلي اللي كاين هنا تكون كامل وفي الاوراق تكون ما كاملش، هذاك ماشي مشكل. اللي مهم هو الرقم التسلسلي في الاول خص يكون مطابق على اللي كاينين في الوراق. يعني في هذا الامر هذا ما تخافوا ما والو، حيت هذا الشيء كاين في المشاكل من بين المشاكل اللي كاين في الماطر القدام، ولكن ماشي مشكل في نفس الوقت. حاجه اخرى يعني علاش داروا يعني حاليا ولاو كيديروا الرقم التسلسلي اللي كاين في الموتور كان في الوراق، حد دابا ولا بزاف ديال الامور ديال النصب يعني كاين ذكان كاين بزاف ديال الامور يعني تيديروا لك الرقم اللي كاين هنا هو اللي كان في الوراق، وهذا الشيء فاش مميز في الماطر الجديد. وحاجه اخرى خوتي اللي مهمه بزاف باش ما تنصبش عليكم كذلك في الماطر قدام، يعني الماطر اللي من قبل 2015 هذوك الماطر واخا تكونوا يعني ماكينه صغيره وداك الشيء ولكن تيخرجوا بلاكه كبيره. الا جا شي واحد انت باغي مثلا موتور قديم واخا يكون زوين يكون الحاله الميكانيكيه يكون موتور مهلي في كل شيء وعنده بلاكه كبيره مثلا فيها 1000 ولا 2 باء ولا المهم شي حاجه بحال هكا، يعني هذاك راه موتور راه كبير وراه خصك يعني دوزو في لافيزيت، خصك بزاف ديال الامور يعني غتخسر عليه بحال عندك موتور كبير. ما يجيش شي واحد يقول لك لا هكا راه الموتور صغير وكذا وهذه، حيت راه تلقى مشكل كبير وغتكونسومي بزاف من ناحيه انك غتبغي دير له الوريقات وداك الشيء. يعني اخوتي شوفوا هاد الامور بمحمل الجد اخوتي، ما يجيش شي واحد يقول لكم لا هكا راه الموتور صغير ماكينه صغيره داك الشيء. ماكينه صغيره مثلا بحال مثلا في السلا وداك الشيء كاين جوج كاين رقم تسلسلي اخر، يعني ما كاين لا الف لا والو. يعني خصكم تعرفوا هاد الامور اللي مهمه بزاف قبل ما تشريو اي موتور. الا عجبك الموتور وشفتي فيه المواصفات اللي بغيتي وما فيه حتى شي مشكل، من الاحسن اخوتي ما تاخذوش الموتور بالوكاله، حيت الوكاله فيها بزاف ديال المشاكل. الا بغيتوا مثلا فيديو اخر نشرح لكم امور قانونيه كيفاش تشري موتور، كيفاش هذه يعني بهاد الامور ديال الوكاله واش ماشي بالوكاله، كيفاش كذا كيفاش تحول الملكيه، خلوها لي اخوتي في التعاليق باش نخرج لكم فيديو ان شاء الله يكون جديد يكون فيه معلومات اللي تقدر تفيدكم باش تاخذوا اي موتور او تنفعك حتى في الطوموبيل. كذلك ضروري خصك تشوف الموتور واش الماكينه 110 ولا 125. بالنسبه للماكينه 150 كتكون ماكينه كبيره، شحال من واحد تيشد مثلا الموتور بحال هكا وكيدير فيه واحد الماكينه اللي كبيره، خصكم ضروري تعرفوا واش هذا ماكينه كبيره ولا لا. وحاجه اخرى عاوتاني كذلك شحال من واحد تيشري مثلا الموتور وكيركب له مثلا ديال السبايدر ولا ديال البيكان، حيت الماكينه تكون مجهدين بزاف وهذا علاش شدوك هذوك فوريال 100%. يعني اخوتي بحال مثلا هذا الموتور السيماتي خصكم مطبوعه هنا السيماتي، كانت مثلا بيكان خصها تكون مطبوعه هنا بيكان. يعني خوتي اي ماركه كما بغات تكون يعني السميه اللي ديال الموتور خصها تكون مطبوعه تما باش تجنبوا المشاكل اخوتي، باش ما تطيحوش في شي حاجه اللي ماشي هذيك. وضروري هاد الامور خصك تعرفها يعني في الموتور واش نبدلوا الماكينه ولا لا. المهم اخوتي انا عطيتكم اهم الحوايج اللي تقدر تشوفوا في الموتور، يعني انت خصك تعرف هذا الشيء يعني مزيان، واخا تكون انت ما عندك حتى شي فكره مزيان تشوف بحال هاد الامور وتعرفهم. واخا مثلا ما تشري الموتور الاول يكون معك شي واحد ولا شي حاجه، يعني من بعد ضروري خصك تكتسب الخبره باش تعرف هذا الشيء كامل. واحسن حاجه تقدروا ديروها اخوتي وانكم تجيبوا شي سيكليس، حيت السيكليس مجرد يسمع الصوت ديال الموتور ديال الماكينه يعرفوا واش مزيان ولا لا، وبطبيعه الحال هو يشوف ديك الامور مجرد يشوفها بالعين ديالو بالزربه يعرف الموتور واش مزيان ولا. او مثلا تشوفوا واش صاحبكم اللي ديجا مدوز الماطر وكيفهم فاش مزيان لا ما تقولبوا اخوتي. وفي نفس الوقت خصك انت تكتسب هذه المعرفه، حيت لا تدخل فيك البليه ديال الماطر راه كون اكيد بانك غتشري بزاف ديال الماطر وما غاديش تحتاج كل مره بقى تجيب السيكليت، كل مره تجيب صاحبك كل مره. من الاحسن تعرفوا هذه الامور بحال هكا. وهذا ما كان اخواتي هذا ما كان في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وكنتمنى انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم زوينه ولا انتقادات ديالكم باش نطور من راسي كذلك. ولا بغيتوا شي حاجه اخرى خليوها لي في الكومونتير، وما تنساوش انكم تدعموني بلايك سبسكرايب واي حاجه زوينه من عندكم. راه كنقرا كومونتيرات كاملين وكنجاوب عليهم كاملين. خوتي تهلاو.